طبيبة نفسية الدكتورة بان حقيقة كانت هي اللي تعالج يعني الحالات النفسية، فما بالك بأن هذه الشخصية حسب الرواية من ذويها أنه انتحرت. ضغوطات عمل ماما، دوائرنا متعبة ترى، دائرة الصحة متعبة، مو بس دائرة الصحة، كل الدوائر متعبة، بس أكو إنسان يتحمل، أكو إنسان ما يتحمل. بحسب شهادات ذويها من الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى الانتحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم جوست العراقي، ورجعنا فيديو جديد. مبدئيا أصدقائي، هذا المقطع يختلف عن باقي المقاطع الموجودة بالقناة، بعيدا عن الكوميديا وبعيدا عن الضحك. لا، احنا بهذا المقطع جينا نحكي عن قضية مريبة وحديث السوشيال ميديا الحالي في العراق، القضية الذي حيرت الوطن العربي بخصوص الدكتورة المرحومة بان زياد طارق رحمها الله. مر أسبوع على خبر وفاة الدكتورة بان زياد طارق رحمها الله بدافع عن الانتحار، مما جعل الأمر غريب ومريب ومثير للشك حول هذه الطبيبة، وراح نحكي قصتها بالتفصيل. وخلي نبدأ. يوم 5/8 بالشهر، يوم 5 أغسطس، وصل بلاغ للأهل المرحومة بان زياد طارق رحمها الله ان بنتهم تعرضت الى حادث سير، فالاهل كانوا طالعين برحلة الى تركيا، فقط الاب والام والاخو والاخت موجودين بالبيت. حسب كلام ابي الدكتورة يقول دخلنا البيت فلقيناه عبارة عن ضباط وشرطة ومحققين قاعد يحققون بالبيت وقاعد ياخذون ادلة، فيقول اكثر شيء كان اكو موجودين محققين بالحمام، لأن ارتكبت جريمة أو انتحرت، تحت كلامهم أنه هي انتحرت بالحمام. فيقول كانوا يأخذون أدلة جنائية وكانوا يرفضون الدخول إلى الحمام بالتحديد والأماكن الموجود بها دم. تركوا الأهل بيتهم وتوجهوا للمستشفى الموجود بها جثة المرحومة بان زياد طارق رحمها الله. توجهوا إلها ولقوا البنية ميتة، فطلعوا للإعلام قالوا البنية انتحرت، وطريقة كلامهم كأنهم يريدون يسدون الموضوع شلون ما كان، من ما أعطى حافز للسوشيال ميديا، من ما جعل الناس يشكون بالموضوع أكثر فأكثر فأكثر. وفي المستشفى طلعت بعض التفاصيل عن الجثة وأكو صور وراح أعرضها، بس راح أغوشها. بعد تدقيق النظر بالجثة والصور المسربة اللي خرجت على الجثة، فالعالم قسم منه كثير صاروا ضد فكرة انه هي انتحرت، لان جروح وكدمات مو طبيعية وما يصدق العاقل او الغير عاقل انه هي انتحرت. بالصور اللي ظهرت لذراع المرحومة واماكن من جسدها ان ايدها مشقوقة شق طولي، وتذكروا هاي النقطة كلش زين، مشقوقة شق طولي، ولكن شق عميق وطويل لدرجة ان عظم الايد مبين من الايد لحد الكوع لحد العظم، وكدمات قوية على الوجه وعلى الراس وعلى الانف، واثار خنق على الرقبة ودم على الجسم. هذا اذا سمع شخص عاقل او غير عاقل، هذا ما يقدر يسويه واحد يقدر ينتحر. والمرعب بالموضوع او المريب بالموضوع، على الحائط الحمام اللي انتحرت بيه مكتوب بالدم اريد الله. وهاي النقطة الثانية اريدكم تركزون عليها كل زين على مود اشرح النقاط اللي انا قاعد احددها. اكو اسئلة ببالي وعلامات استفهام هواي حول هذا الموضوع. لنفرض ان هي اجتي حسب خبرتها انه هي دكتورة تقدر تغير اشياء غير القطع، او خلينا نجي من داعي القطع. ليش القطع صار طولي مو عرضي؟ ليش صار القطع طولي؟ لنفرض قطع طولي كانت بحالة نفسية وأزمة قوية، شلون قدرت تقطع ايدها الثانية؟ حين قطع اليد بدافع عن الانتحار راح يصير شغلتين، يا اما الشخص يموت بعد فترة وجيزة وسريعة، يعني بعد ثواني او بعد دقيقة، يا اما يغمى عليه ثم يموت.
شلون تحملت تقطع ايدها الثانية وشلون كتبت بدم ايدها اريد الله. وثانيا شنو اللي يخلي انسانة عاقلة ومحبوبة وذكية ومجتهدة بعملها تسوي هيك بنفسها؟ البنية محبوبة من الكل حرفيا، والبنية تطلع على قنوات تلفزيونية ومرات تطلع تحط محاضرات وعندها اكاونت حساب على الانستغرام تشرح بيه وتطل الفروقات وشنو الفرق بين القلق وشنو الفرق. يعني البنية مجتهدة بالشغل كله، واختصاصها يساعد العالم تتخلص من افكار الانتحار. وشلون انتحرت؟ عزيزي المشاهد قاعد تلاحظ التناقضات اللي قاعد تصير بالقضية. بعد فترة وجيزة بعد الحادثة تم احتجاز الخال والأخ تحت ذمة التحقيق. تم إطلاق سراح الخال بسبب أنه هو حسب كلامهم يقولون عنده أمراض عقلية أو نفسية فأخرجوه. أما الأخ يمكن يكون حل شفرة هاي القضية. من هو أخو الدكتورة بان؟ اسم أخوها محمد زياد طارق. تم احتجازه على ذمة التحقيق، ولكن إذا تدقق بيه راح تلقى أشياء غريبة ومرعبة أكثر. بعد ارتفاع اسم القضية والسوشيال ميديا كلها تتحدث عنه، وبعد التحقيق مع العائلة كان أخو بان ينشر صور غريبة ومرعبة كلش، صور ورسومات غريبة أطوار لشخص مختل عقليا، ومنها صور تشبه جثة بان بالضبط. ومن أغرب الصور اللي نشرت لشخصية فريدي كوغر، شخصية من أفلام الرعب معروفة كلش، وقصة هاي الشخصية تقتل الناس بس على شكل انتحار. أوه ماي جاد، قاعد تشوفون الترابط لو لا؟ يقتل الضحايا، ولكن لما يجون يدققون بالموضوع تظهر لهم أن جثة الضحية أن الضحية انتحرت، وهذا مطابق للقاعد يصير بالقضية حاليا. واحدة من الهايلايت مالته على حسابه الرسمي بالانستغرام اسمه الأخوة الأعداء. الأخوة الأعداء رواية يونانية، شو تقول؟ لا أريد مالا، لا أريد سلطة، أريد الله. تذكرون النقطة الأولى قلت لكم عليها مال كاتبة بالدم أريد الله؟ قاعد تشوفون الترابط اللي قاعد يصير؟ يعني أشياء مطابقة عن اللي قاعد ينشره بالانستغرام مطبق بالحقيقة. خلنا نرجع للموضوع. فريدي كوغر كان ناشر، بس حذف اكو منشورات فظيعة ومريبة ومرعبة، حذفها لما وصل للموضوع يمه وعن التحقيق. الفيلم اللي ناشر عليه A Nightmare on Elm Street الجزء الثالث. المحتوى يصف مشهد فيه فريدي كوغر يقتل فتاة اسمها جينيفر، وكانت الفتاة تعاني من مشاكل نفسية وتعيش في مصحة. فريدي يدخل حلمها ويسيطر على جسمها ويجبرها على جرح معصميها بحيث يبدو الأمر وكأنها قامت بالانتحار. شوفوا النسخ واللسق الصاير بالقضية وبموضوع الفيلم. في الحقيقة هو الذي يمسك بيدها ويستخدم أصابعه التي تشبه الشفرة لفتح المعصم، بينما كانت مثل الدمية بين يديه. وبعد موتها تقارير الوفاة كتبت انتحار، وهذا ما جعل الصعب على الآخرين من معرفة إنها قتلت. بس ركز وشوف ايش قاعد يصير. القاعد حقيقة قاعد يصير والله العظيم. ما أعرف شو أقول لكم، أعتقد القضية وضحت 100%، ولكن ما أعرف الإعلام أو الأهل ليش قاعد يطمطمون، ليش بالذات قاعد يدافعون عن الولد ويطمطمون للقضية، ودائما يطلع واحد أو مسؤول كبير يقول ابني انتحرت. الدلائل انت ما قاعد تشوفه بعينك، صورة جثة او القاعد يصير بالسوشيال ميديا. بس انا اقول انا ثبت عندي وعندي اعتقاد ان اخوها الى ايد كلش قوية بهاي الجريمة، والبنية ما انتحرت. هذا رأيي الشخصي. بس اقول لو هي وهو لوحدهم بالبيت كان قدرت تسيطر عليه، مثلا كان قدرت تكمل شيء وتضربه بيه. وثانيا طلعت من مصادر ان الولد عنده رخو بالعضلات او من هذا المثيل يعني.
كان قدرت توقفه، بس اكو اكثر من ايد صايره بالجريمه وانا اكد. وثانيا وين الادوات اللي حسب كلامكم ان هي انتحرت؟ وين الادوات اللي انتحرت بيها؟ ماكو اي خبر عن الادوات. صراحه العالم كله، العالم كوطن عربي، كنا ننتظر بفارغ الصبر يوم الأحد تقرير الطب العدلي بحول خصوص الجثة لحد هسه ما مدفونة وعليها التحقيق. يعني موضوع غريب ويقهر كلش كلش كلش، رغم وضح القضية بس ما حد يريد يحكي بها وما حد يريد ياخذ بحق المظلومة. اكو كاميرات حسب كلام الكل، بس الكاميرات محذوفة، وليش بالضبط انحذفت؟ شباب اليوم عندنا توزيع. اليوم عندنا توزيع شباب. عندنا توزيع لحم ضحايا. لحم غنم. لحم الأضحية. لحم الدكتور فان. لحم الدكتور فان. يا الله هذا المقطع جد قهرني. يعني فوق القضية صارت على البنية والموقف البشع اللي انقتلت بيه ما انتحرت بيه، ويطلع واحد كلب ابن كلب يحكي هذا الحكي على وحدة مظلومة. وبهذا عفوا ما شاء الله كلش لا 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 انا عن ابوكم لا حتى وها وين جنبان تدافعين على بنتك وما ادري شنو، واللي يمسبني يعني مس بنتي يحكون على بنتك. ليش ما طلعتي دافعتي عليها؟ المرة مبين قلبها اسود وجهها اصفر وماكو اي ملامح حزن عليها، دمعة وحدة ما نزلت من عندها. لنفرض، والافتراض هذا اصلا مو منطقي، لنفرض ان هي انتحرت، ليش ما ذكرتي ذكرى وحدة لبنتك؟ ليش ما واسيتي بنتك؟ ليش ما ذكرتيها بالمؤتمر ونزلت دمعة وحدة بس؟ الله اكبر، هاي العالم ما ادري ايش تحس. لا اله الا الله. حسب رايي الشخصي، واحنا الكل العراق تقريبا كله ينتظر راي الطب العدلي اللي راح يصدر يوم الأحد إن شاء الله، وراح نكتشف وراح توضح لنا القضية أكثر. وحسب رأيي الشخصي، مو رأي قاطع، أن البنية قتلت والبنية مظلومة والبنية ما انتحرت. اللهم يرحمها ويسكنها فسيح جناتها، ولا تنسون تهدون إلها ثواب الفاتحة. ورسالة إلى أعزائي وأصدقائي، أنا بهاي الفترة قطعت عن التصوير، والسبب هو ذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام أبا عبد الله، واحتراما للأيام وأيام المصيبة والأربعين. وإن شاء الله ورا ما تخلص هاي الفترة إن شاء الله نرجع بقوة. وكالعادة كان وياكم جوست العراقي، وإن شاء الله نشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.